بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معنا إن شاء الله في الفيديو ده ريسيفر ترومان كوري. مشكلة الريسيفر إن هو مش شغال، ولما بنوصل الكهرباء بنسمع عندنا هنا صوت صفير صادر عندنا من الباور بتاع الريسيفر. وصل كده فيشة الريسيفر، في عندنا صوت صفارة اهوت نسمع كده. هفصل الكهرباء وافك عندنا الكفر ونشوف مع بعض. بعد ما نضفت التراب اللي فيه الريسيفر عشان نبين مع بعض كده المكونات، انا كده طافي الريسيفر اهوت وموصل فيشة الكهرباء. نوصل كده ونسمع بعض كده الصوت. اطفي كده تاني. كده سمعنا مع بعض صوت صفارة. صوت الصفارة ده اصدقائي بيكون ليه عدة احتمالات. فعلى سبيل المثال ممكن يكون في عندي هنا حمل زائد، ممكن في عندي هنا شورت في الخروجات بتاعة الباور، ممكن يكون عندي هنا المكثف الكبير، ممكن عندنا مكثف الستارت. طيب اول حاجة نبدأ بيها انك تعرف اذا كان المكثف الكبير ده المشكلة فيه ولا لا. هتعرف عن طريق ايه؟ عن طريق انك هتقيس الجهد على المكثف الكبير. وبما ان المكثف الكبير ده خارج عندي هنا من الديودات اللي هي بتاعة توحيد 220 فولت، اللي بعد ما يتوحد بيبقى بحوالي مثلا 280 300 فولت. فبالتالي هنقيس على ايه؟ على محدد السيليكون اللي هي خارجة عندي هنا 220 فولت. هجيب عندي الملتيمتر وضع قياس فولت دي سي 600 فولت مثلا، واشغل عندي هنا الريسيفر. وعندي هنا الطرفين دول او محدد السيليكون ده بيتصل بالطرف الموجب بتاع المكثف، وده بيتصل بالطرف السالب بتاع المكثف. بيقيس على الاتنين دول. وانا بقيس خلي بالي طبعا عندنا ما يلمسوش بعض عشان ما يحصلش عندنا قفله. اشغل كده الريسيفر، نقيس مع بعض كده عندنا التغذيه تبقى كام، اللي هي المفروض تكون 300 فولت او 280 فولت. كده التغذيه كام؟ 300 فولت. يبقى كده عندي هنا المكثف الكبير كده مفيهوش اي مشكله. طيب كده الاحتمال التاني يكون ايه؟ الاحتمال التاني المكثف بتاع الستارت. طبعا مكثف الستارت يا اصدقائي عندي هنا بيكون متصل بايه؟ هتلاقي عندك هنا في باور ريسيفرات. طبعا في كل ريسيفر وليه نظامه في التشغيل او نظامه في الدايره بتاعته. فهتلاقي عندك هنا مقاومتين. عندي هنا همت قيمه المقاومه ديت 100 كيلو بني اسود اصفر، وده قيمتها برضو 100 كيلو بني اسود اصفر. المقاومتين دول متصلين على التوالي، يعني دي واخده عندي من الطرف الموجب بتاع المكثف ومديه دي، ودي مديه عندي هنا طرف في المكثف ده، والطرف المكثف ده في الارض. عندي هنا يعتبر بيكون فيه جهد حوالي هنا من 8 الى 18 فولت، او من 9 ل 18 فولت. الجهد ده عندي هنا بيشغل جزئيه في الاي سي، الجزئيه المسؤوله عن التقطيع، او الجزئيه المسؤوله عن المذبذب. يعني عندنا الاي سي يعتبر جزئيتين، جزئيه اللي هي مذبذب، وجزئيه اللي هي يعتبر ترانزستور او مسفت، اللي بيعمل عندي عمليه امرار او تقطيع للتيار داخل الشوبر. وبالتالي بيحصل عندي هنا استنتاج للتيار من الملفات اللي هي الثانويه. فبالتالي عندنا المكثف ده بتاع الستارت، لو المكثف ده مش قايم بدور او مش منعم او مش مرشح التغذيه اللي هي بتشغل داتا اسيلوتر في الاي سي، بالتالي الجهاز مش هيقوم. طيب عندنا التغذيه اللي هي جايه عندنا من الطرف الموجب اللي هم عند المقاومتين دول، اللي هو الستارت. جهد الستارت ده يا اصدقائي مجرد ما الريسيفر اشتغل او مجرد ما عندي الباور اشتغل عندي هنا، بيحصل عندي هنا الاي سي بيشتغل الجزئيه بتاعته عن طريق الملف اللي هو التاني. في عندنا ملفين، ملف اللي هو التقطيع، وملف اللي هو التغذيه اللي بتشغل معانا جزئيه في الاي سي الخاصه بايه؟ بالمذبذب، او الخاصه بالتقطيع، اللي بيروح عندنا للموسفيت او ترانزستور الباور، بيعمل عمليه امرار للتيار في الملفات بتاع الشوبر. يبقى كده اول حاجه اعملها ايه دلوقتي؟ هغير المكثف اللي هو بتاع الستارت ده وهنشوف مع بعض. طبعا كان في حاجه المفروض نعملها ما عملناش، ان احنا نقيس الجهود الخارجه عندنا من الباور. اشغل تاني ونقيس مع بعض كده جهود خارجه من الباور. هتبقى الجهود طبعا اكيد خارجه ناقصه. ده كده جهد خارج 2، وده كده خارج كام وخارج 1. ده جهد 5، ده جهد 3.3 في هنا تغذيه، وبرضه في عندي هنا تغذيه، وفي عندي هنا تغذيه. معنى ان في تغذيه على كل محدد سيليكون او كل شركه ديود، يبقى كده عندي هنا مفيش مشكله ومفيش عندنا قفله في ايه؟ الخروجات بتاعه الباور. هفصل كده الريسيفر واكمل فك دايره الباور عشان نغير مكثف الستارت ونشوف مع بعض. مكثف الستارت ساعات يا اصدقائي لما يكون بايظ برضه مش شرط ان هو يعمل صفاره. هو المكثف ده المقاومتين اللي قلنا عليهم، واحده اهيت 100 كيلو
والتانية اهي طرف من رايح على المكثف والطرف التاني على المكثف متصل على الأرضي الحار. المكثف قيمته يبقى 50/47، 33 مايكرو على 35 فولت. هركب 50 فولت على 47 مايكرو، ألحم أطراف المكثف. بعد ما لحمت المكثف وشلت الأطراف بتاعته الزيادة بالقصافة، هبتدي كده نقعد الباور ونثبته مسمار واحد بس عشان نجرب الريسيفر. كده ثبت عند الباور، نوصل كده فيشة الريسيفر بسم الله. كده صوت الصفارة راح، وكده الجهاز بيعمل بوت اوت او الجهاز بيقوم. كده الجهاز اشتغل. كده الجهاز اشتغل اهوت. نسمع بعد كده الجهود بقت خارجة كام دلوقتي. ده خط ال5، خط ال3.3، خط ال12 فولت، خط ال24، ده خط 30 فولت. كده الريسيفر اشتغل معانا. يعتبر عطل سهل جدا، ولكن في ناس كتير ممكن ما تعرفوش او ناس مبتدئين او الهواة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.